ليه بنفضل في علاقة بتوجعنا؟ ليه بنسكت على الإهمال أو الأذى أو التلاعب أو حتى الإهانة؟ وكل مرة نقول يمكن يتغير، يمكن أنا السبب، طب ممكن أستحمل شوية. الحقيقة إن الأسباب ممكن تبقى كتير، بس في فيديو النهاردة هنتكلم على أكتر الأسباب الموجودة والمنتشرة. والسبب الأول اللي هو التعلق العاطفي. يعني أوقات بنكون مش متعلقين بالشخص نفسه، لكن إحنا متعلقين بالشعور الجميل اللي كان موجود في البداية، يعني الكلام الحلو، الاهتمام اللي ما بقاش موجود، بس إحنا لسه مستنيينه يرجع. وده سبب يخليكي ترجعي له ومش عارفة تخرجي من العلاقة المؤذية دي. حتى ممكن في موقف تلاقيه بقى بيطنشك، بس كل مرة انت مش عارفة تبعديه وبترجعي له أول ما بيبعت لك كلمة وحشتيني. السبب التاني الخوف من الوحدة. في ناس بتفضل إنها تفضل مكملة في علاقة مؤذية على إنها تبات لوحدها أو تواجه الفراغ اللي موجود بعد الخروج من العلاقة. والوحدة بالنسبة لهم أسوأ من الأذى اللي بيشوفوه وهم موجودين في العلاقة، وعلشان كده تلاقيها بتفكر مش عايزة تبدأ من الصفر مرة تانية، وتقول خلاص أصلا أنا اتعودت عليه واتعودت على العلاقة كده. السبب التالت جلد الذات والشعور بالذنب. يعني العلاقة المؤذية ساعات بتخليك تحسي انك انت الغلطانة وانك لازم تبذلي مجهود اكتر واكبر علشان تخليه يسامحك عن غلطة اصلا هي مش غلطتك. وتفكري وتقولي انا فعلا كنت عصبية في الموقف اللي فات، انا كنت عصبية الفترة اللي فاتت، يمكن لو كنت اهدى شوية كان بطل يزعق. السبب الرابع الأمل الكذاب. أنتِ بتفكّري وبتقولي لنفسِك هو مش وِحِش، هو بس مضغوط، أصل أنا شُفت حاجات منّه كتير حلوة وأكيد لسه موجودة جوّاه. فتلاقيه بيقعد يعتذر بعد كل مرّة يزعّق، يقعد له فترة يومين حلوين، بعدين يرجع يزعّق مرّة تانية، فتحسّي إن أنتِ في دوّامة ومش عارفة تخرجي منها. فكل الأسباب اللي إحنا قُلناها دي بتخلّي الخروج من العلاقة المؤذية صعب ومُرهق جدًا. بس لو فضلتِ تستني هتخسري نفسِك واحدة واحدة. فاختاري نفسِك حتى لو أول الطريق صعب، بس آخره أكيد راحة وأمان حقيقي.